أول زيارة لحمدي ووفاء للمستشفى بعد حمل وفاء. ووفاء عملت السونار علشان تعرف نوع الجنين إذا كان ولد أو بنت، لكن لسه لحد دلوقتي حمدي ووفاء معلنوش عن نوع الجنين وعاملينها مفاجأة لجمهورهم. وكان طلع أخبار من فترة عن آلاء زوجة محمد حوارات لما كانت حامل، وقالوا إن هي حامل في توأم، لكن طلعت بعد كده آلاء ونفت الخبر. ومن وقت إعلان حمدي ووفاء عن خبر حمل وفاء هما مختفيين عن السوشيال ميديا ومش بيظهروا خالص. ولحد دلوقتي مفيش أي حد من عيلة حوارات طلع وبارك لحمدي ووفاء على المولود الجديد. ويعتبر خبر حمل وفاء خبر حلو جدا للناس اللي بتحب تشوف فيديوهاتهم باستمرار، لأنهم يعملوا سلسلة فيديوهات طويلة عن الموضوع ده، زي سلسلة الفيديوهات اللي كانوا عاملينها بالظبط مع ابنهم يونس. وحتى هذه اللحظة لم يعلن حمدي ووفاء عن نوع المولود الجديد. اكتبوا انتوا في الكومنتات من وجهة نظركم، تتوقعوا المولود الجديد هيكون ولد ولا بنت؟ ولو المولود طلع ولد هيكون حمدي ووفاء عنده 4 أولاد وبنتين، ولو المولود بنت هيكون حمدي ووفاء عندهم 3 بنات و3 أولاد. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.